منتشر جدا الفترة دي ألعاب وبرامج كده بتكون فيها زي لعب كده وفيها زي حاجات كده خبيثة كده ممكن ما تكونش خدت بالك. ومن أشهرهم برنامج 1 إكس بيت. أنا بقى هقول لك برنامج 1 إكس بيت ده هل فيه حرمانية ولا لأ؟ وأصلا هو إيه برنامج 1 إكس بيت ده؟ فاهم؟ النهارده إن شاء الله هعرفك كل حاجة عن الأبليكيشن ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا. في البداية فكرة الابليكيشن انك مثلا بتقول ان مثلا الماتش بتاع الاهلي والزمالك اللي هيجي ده الاهلي هيكسب 10-0 زي كالمعتاد يعني فاهم. فانت دلوقتي انت كده بتراهن مثلا من مبلغ مثلا 200 جنيه. فاللي قصادك بيراهن برضه شخص انت ما تعرفوش على الابليكيشن بيراهن برضه ب 200 جنيه ان الزمالك هو اللي هيكسب. فطبعا الاهلي هو اللي بيكسب فاهم فانت بتاخد ب 200 جنيه هيبقى معاك 400 والتاني هو بيخسر 200 جنيه فاهم. فالموضوع فيه حرام فيه لهو بالفلوس وفيه اصلا غلط كبير ومش لحد هنا بس البرنامج اصلا مش واقف على كرة القدم بس. برنامج بيضم كل الرياضات يلا بقى تعالى نلعب في كله يلا نعمل كده ايه نعمل حفلة كده حرام في حرام كلها أمارة بقى فاهم. وهي عبارة انت شايفها حاجة مثلا ممكن تكون خفيفة كده فاهم. انت اصلا من التليفون ازاي هيكون فيها حرام. انا عاوزك قبل ما تعمل اي حاجة تتحرى فيها تشوف هي فيها حرمانية ولا لا عشان انت ما تقعش في حاجه فيها حرام اصلا. النهارده بقى انا هقول لك البرنامج ده حرام في ايه. عايزك تكون عارف ان الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. بس كده اظن انك سمعت الايات جدا يعني مش هحتاج اعيد لك تاني يعني فاهم. النهارده بقى هنتكلم عن الميسر. الميسر ده اللي هو بكل بساطه فكره الابليكيشن اللي انا لسه شارحها دي اللي انت دلوقتي بتامر قصاد واحد انك لو كسبت هتاخد كذا ولو خسرت انا اللي مش عارف ايه فاهم. بكل بساطة الميسر هو اللي أنا شرحته ده. الميسر حرام والآية صريحة أهي. والله عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولحد هنا عرفنا إن الأبليكيشن كده حرام. وإحنا مثلا لو بنشوف حد بيعمل الأبليكيشن ده أو أنت بتلعب بالأبليكيشن ده أصلا وفرحان بيه وكده عرفنا إن الأبليكيشن حرام. أنت المفروض أصلا تحذف الأبليكيشن ده. وبرضو عرفنا إنك قبل ما تعمل أي حاجة هتخش تبحث عنها. تخش تبحث هي حرام ولا لأ علشان ما تقعش في حاجة فيها حرام فاهم. أتمنى تكون عجبك الفيديو وكان معاكم معاذ محمود. سلام.